ازيكم حلوين؟ يلا هنعمل رز بلبن. الرز حطيناه في ميه وسلقناه ونزلت عليه بالسكر، هو بميته ما شفتش من عليه. ننزل بقى عليه باللبن والفانيليا ونقلب. مش عايزه هو حلم بارد، انا كنت عملته وسبته فهو حلم بارد. فحالا على ما ننزل باللبن والفانيليا، ايوه اللبن والفانيليا ونشا ونقلبه مع السكر. ننزل بقى نبات على قد بذكر الله وبالصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، وكل سنه وانتم طيبين وداخله علينا ايام مباركه ورمضان كريم يا رب علينا كلنا. كده حلوين ده النشا واللبن وبارد، وهتحطي الحاجات دي النشا واللبن سخن هتكلكع معاكم وتبوظ. هنقلب بقى، استنك تقلبي كده لحد ما تدوبي النشا مع السكر واللبن وتبدا تتقل. ده حبايبي دابت خلاص اهيت، النشا دابت والسكر داب وبدات تبخر اهيت. استنك تقلبي فيها بقى، عينك معاها كده وايدك فيها لحد ما تبقلل عشان ايه تبقبق كده، عشان النشا ما تحرقش. وده حبايبي كده اهي بدأت تتقلى، ما عادتش بقى سايبه زي ما كانت، اللبن بقى تقلى. هنسيبها بس بقى على ما تغلي شويه، بس برضو ايدينا فيها ما تسيبهاش خالص عشان ما تلسعش منك او النشا ما تكلكعش، او لو لسعت شطت وعملت ريحه تبقى انت في غنى عن الكلام ده كله. بسم الله، هي بدأت تبقبق اهي. بقبقت من الجناب اهيت، بسم الله ما شاء الله. سيب غلوتين بس عشان ميبقاش في طعم النشا، متبقاش نيه في قلبي. تغلي كام حبه ونقوم جايين طافيين عليها. خلاص حبايبي استوت، ونزلنا بقى نقعد على الارض كده ونغرف واحنا قاعدين. لمي بقى كل الاطباق اللي عندك واغرفي في قلبها. وهنا بسم الله ما شاء الله كل يوم بقى اليومين الجايين هيبقى رمضان، كل سنه وانتم طيبين، وهنبقى كل يوم عايزين حلويات. حد عنده افكار للحلويات غير التقليد اللي احنا بنعمله الكنافه والقطايف؟ لو حد عنده فكره جديده قول لنا في التعليقات. وده حبايبي زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. عندك بقى زبيب، عندك جوز الهند، عندك سوداني، ايا كان اللي عندك عايزه تزوقي بيه وش اللبن او وش الرز بلبن او المهلبيه او ايا كان الحاجه اللي انت عاملاها. كده كفايه ان انت عاملاها ببيتك، وهتاكلي ولادك حاجه انت ضامنه، وهو كيلو لبن وبسم الله ما شاء الله هتعملي حبه، حتى لو طبقين اتنين هتعملهم في بيتك هتاكلي عيالك حاجه نضيفه. بسم الله.